هاي، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهارده نعمل انجح بانكيك ممكن تعملوها بطريقه سهله بسيطه جدا. ببيضه واحده هتطلعوا كميه كبيره جدا لفطار سريع الصبح كده، او ممكن تحطوها للولاد في اللانش بوكس في المدرسه. فعلا خطيره ومغذيه. يلا بينا بقى اقول لكم نعملها ازاي. اول حاجه هنحتاجها معانا هما كوبايتين لبن دافي. يعني ايه دافي؟ يعني لما تحطي ايدك تقدري تستحملي درجه الحراره، وعايزاهم دافيين مش سخنين عشان ما نبوظش اللبن بتاعنا. وبعدين نحط معلقتين خل عشان اللبن بتاعنا يقطع. احنا كده بنعمل بديل الباتر ميلك او اللبن الرايب. طبعا لو عندك لبن رايب استخدميه، هيبقى تحفه. بعدين هننزل ببيضه بدرجه حراره الغرفه، وكمان هننزل عليهم ب3 معالق سكر كبار. طبعا لو حابين تزودوا السكر اكتر من كده دي حاجه اختياري، بس انا ال3 معالق سكر كانوا مناسبين جدا. ونزلت عليهم بنقطتين فانيليا وحوالي مكعبين زبده كبار، انا مسيحاهم في الميكروويف وكانوا دافيين برضو. هنقلب كل ده مع بعض لحد ما البيضه تختفي تماما والزبده تدوب في اللبن على قد ما نقدر. عايزه اقول لكم بقى، لو اول مره تشوفوني، انا لورا ودي القناه بتاعتي. لو سمحتي اعملي لي اشتراك لو الفيديو عجبك، ولايك وشير مع كل اصحابك، وجربوا البانكيك بالطريقه دي وقولوا لي رايكم بصراحه. بعد بقى ما قلبنا كل حاجه والخليط امتزج، هننزل بقى بالدقيق بالتدريج، بس هندخل طبعا الدقيق بتاعنا عشان لو في اي تكتلات، وكمان عشان العجينه تكون هشه. انا نزلت بكوبايتين دقيق وهبتدي انخلهم، ونزلت عليهم بمعلقه بيكنج باودر كبيره اللي هي خميره الحلويات. وهنبتدي بقى ننخل الدقيق على السوائل بتاعتنا. انا استخدمت هنا دقيق متعدد الاستخدامات. عايزه اقول لكم احلى حاجه لما تيجي تعملي اي عجينه انك تنزلي بالدقيق بالتدريج. انا هنا حطيت الكوبايتين بتوعي وقلبتهم، بس حسيت ان العجينه بتاعتي خفيفه. انا اول مره كنت استخدم نوع الدقيق ده، فطالما خفيفه ما فيهاش مشكله، نقدر نحلها ببساطه ان احنا نزود الدقيق، بس هنزود بقى معلقه معلقه لحد ما اوصل لقوام زي قوام الكيكه. على فكرة قوام الكيك بيبقى تقيل شوية، وكمان احنا هنسيبها ترتاح حوالي تلت ساعة، كمان هتتقل فيهم شوية. وزي ما قلت لكم انا بعد كده نزلت بالدقيق بالتدريج وبالراحة بالراحة معلقة معلقة عشان ما تتقلش مني. العجينة لما بتتقل عشان نفكها بنزود سوائل وما بتبقاش العجينة مظبوطة خالص. انا عايزه اقولك ان عجينه البانكيك دي فعلا مضمونه من اول مره. انا من اول مره عملتها طلعت ناجحه جدا، وبشكلها بقى براحتي. عايزاها ميني بانكيك زي ما انا عاملاها اعملي، عايزاها كبيره شويه شبه الفطاير الصغيره اعمليها وشكلي فيها زي ما انت عايزه. بصراحه عجينه ولا اروع، وكمان السوا بتاعها سهل جدا. عايزه اقول لكم كده وصلت للقوام اللي انا عايزاه. هغطيها بقى واسيبها ترتاح زي ما قلت لكم في درجه حراره المطبخ حوالي تلت ساعه. نيجي بقى لأهم خطوة وهي تسوية العجينة. هنجيب طاسة غير قابلة للصق ونحطها على نار متوسطة ونستناها تسخن كويس وننزل بالعجينة بتاعتنا. أنا حطيتها كده في كوباية ليها بوز عشان أتحكم في كمية العجينة. أنا هنا هعمل ميني بانكيك. بصوا بقى، في اوقات ما بنبقاش ظابطين درجة الحرارة او الطاسة سخنت مننا، فانا دايما بعتبر اول طاسة تجربة عشان اخد التسوية اللي مظبوطة. بحط واستنى اشوف هتعمل فقاعات كده معايا، معناها ان العجينة بتستوي. ما اقلبهاش خالص الا لما الفقاعات دي تبتدي تختفي. لو انا قلقانة وحاسة النار اللي انا حطاها عليها عالية، ممكن بالسباتيولا كده ارفع طرف العجينه واشوفها. اول ما تاخد لون اللي انا حباه اللي هو الذهبي الحلو، ابتدي اقلبها. عايزه اقول لكم على موقف يضحك جدا. انا اول مره عملت البانكيك، بجد انا عملتها كب كيك مش بانكيك، من كتر ما كانت تخينه العجينه ما استوتش. فيعني عايزه اقول لكم ما تيأسوش خالص او تتخضوا لو حاجه طلعت بايظه منكم. النتيجه اللي انتوا شايفينها دي بعد التجربه كام مره عشان اوصل للنتيجه دي. اما خدت معايا اللون اللي انا بحبه، هقلبها بقى على الوش ده. هتاخد ثواني مش بتاخد وقت زي الوش الاول. بس كده بعد ما خلصنا بقى البانكيك بتاعنا، ابدعوا بقى في التوبنج اللي عليها. حطوا صوص كراميل، حطوا صوص شوكولاتة، حطوا عسل، حطوا ميبل سيرب، حطوها جنب فاكهة. بجد فطار مغذي جدا، وخصوصا للي مش بيحب البيض واللبن قوي اعملوها لهم في عجينة حلوة طعمها يجنن.
الكبير والصغير بيحبها. انا كمان بعتمدها وصفة في المدارس اكيد، وبحطها في اللانش بوكس، يعني تقريبا الوصفة اللي مش بيتعبوني فيها وبياكلوها على طول. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. بجد البانكيك حاجة سهلة جدا نعملها في اي وقت، وكمان ينفع نشيلها في الفريزر او نشيلها في التلاجة وقت ما الولاد او حد يكون عايز ياكل كده حاجة حلوة. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة بتاعتي، لان دعمكم ليا بيفرق معايا وهو اللي بيشجعني اكمل ونعمل فيديوهات كتير مع بعض. وعايزاكم لو عملتوا البانكيك تبعتولي الصور بتاعتها عشان انزلها عندي، لاني بنبسط جدا لما بتجربوا التطبيقات بتاعتي. بحبكم جدا، انتوا احلى بنات، انتوا احلى كمان متابعين. بجد بشكركم جدا. وكمان جربوا البانكيك دي ناجحة جدا يا جماعة، العجينة خطيرة، كانت طعمها حلو قوي. جربوها، ناجحة من اول مرة. وعايزة اقول لكم دي مش الكمية كلها، لا، دي تقريبا نص الكمية عشان بس التصوير. جربوها وعلى ضمانتي، وبيضة واحدة حاجة اقتصادية، وكمان تعمليها في أي وقت بكل سهولة مع أولادك وكل اللي بتحبيهم. بحبكم أنا كمان جدا.